السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من جديد حمزة الحمزاوي، الاستشاري والخبير في علوم التفوق والتطوير الذاتي، مع الحلقة العاشرة من عفة إرادتي. وريثما يأتي العدد المناسب إن شاء الله للبدء، نبدأ بهذه الأنشودة. حبذا كل من يستمع إلي مباشرة يعمل مشاركة على صفحته الشخصية وعلى كل المجموعات التي تعنى بموضوع تطوير الذات والمجتمع. كونوا معنا. السلام عليكم. السلام حبيبي. حياتي كلها لله، فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علاه، ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله. فلا مولى لنا إلا. حياتي كلها لله. فلا مولى لنا إلا. الله أهديها. بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى. بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى. حياتي كلها لله. حياتي كلها لله. فلا مولى لنا إلا. حياتي كلها لله. فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علاه، ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله. إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي. إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي. على القلب لأن السيف قد غشى. حياتي كلها لله. حياتي كلها لله. فلا مولى لنا إلا. حياتي كلها لله. فلا مولى لنا إلا. أحب الله جل علاه، ومن حبي له أخشى. حياتي كلها لله. يقيني بين جنبي وأسعى بالهدى سعيا. يقيني
أحب الله جل علاه. له أخشاه. حياتي كلها لله. الله يبارك فيكم أجمعين. حياتي كلها لله. حياتي كلها لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والآمرين بالقسط من الناس، ومن وفى ووفى. وبعد، أيها الجمع الطيب الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع الحلقة 10 من عفة إرادتي. العفة موضوع من الموضوعات الهامة جدا، وها نحن قد اقتربنا من ما يسمى رأس السنة، رأس ربما يكون رأس الفجور. هناك للأسف الشديد تجتمع الحشود ويجتمع الناس من أجل أن يحتفوا ويحتفلوا بماذا؟ لا أدري، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن بدعوى أنه احتفال ورأس السنة وما شاكل. فبيكون للأسف الشديد في هذا اليوم تكون هناك أشياء من المخازي، أشياء من الأشياء التي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هناك حيث ربما بمسمى احتفاء واحتفال، ولا أدري على ماذا يحتفلون وبماذا يحتفلون، يكون هناك اللقاء والاختلاط والزنا. وللأسف في هذه الليلة نجد من يشارك ممن يدعي بأنه مسلم أكثر بكثير من الملل الأخرى، وهناك تستباح الكثير من المحرمات، ربما أبسطها التعري والرقص والفقش، غير موضوع الاختلاط، غير الذين يشربون والعياذ بالله، غير الذين يقارفون الكثير من المعاصي والذنوب. وربما تكثر ربما الفاحشة والفحشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا مستمرين في نفس السلسلة، الأسرار البدنية أو الجسدية لضبط الشهوة الجنسية. هناك فرق بين المتزوج الآن موجود معنا ولم يجد العفاف، أو المتزوج الذي وجد خلينا نقول يا عنده فرط نشاط جنسي، يا أما عنده ضعف في النشاط الجنسي. أو حديثي لكل الذين فاتهم قطار الزواج، لم يستطيعوا أن يتزوجوا لسبب أو لآخر، وربما متزوجون ولكن مع وقف التنفيذ، ربما الزوج مفقود، مسافر، مسجون، بعيد، مهجر، ينتظر لما الشمل إلى آخره. عجل الله الفرج لكل نساء الأمة ولكل رجالات هذه الأمة، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لكل أخواتنا ولكل بناتنا الزواج الصحيح النظيف العفيف التام الأركان، الذي بالفعل لو تم الزواج تم العفاف. لأن عندنا مأساة كبرى وعدم عفة المتزوجين والمتزوجات، وما أكثر الخيانات الزوجية الإلكترونية والحقيقية على أرض الواقع. نعم، نحن عندنا مفسديون، وعندنا سينما، وعندنا هوليود، وعندنا بوليود، وعندنا أشياء كثيرة جدا تحرض المرأة وتحرض الرجل على مفهوم الخيانة. وهناك أعذار كثيرة وتبرير وتمرير، والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فهذه تقول هجرني زوجي، وهذا بعيد عني زوجي، وهذا لا يفهمني زوجي، وقد يلتقيان في فراش واحد كل منهما يعطي ظهره للآخر على ما يسمى الموبايل، يراسلون، هذا يراسل تلك وهي تراسل ذاك، وكل منهما يأخذ احتياجه العاطفي وشبه الجنسي، وتلاقي ابتسامات عريضة. وللأسف الشديد لو تتبعت الوجوه لقرأت تلك الخيانة التي تتم على فراش الزوجية، وكلا الزوجين موجودين في نفس الفراش. اليوم صار موضوع الرضا والقناعة أمر ربما عسير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، خطابي للذين يريدون
خطاب إرادتي، عفة إرادتي، الذين يؤمنون بأن هناك إرادة وهناك توجه وفعل وهناك رب وهناك ملكين يكتبان كل شيء وهناك حساب وهناك بالفعل سندفع الثمن. أين هناك؟ هناك في الآخرة؟ لا. كل من يقترف إثما، كل من يرتكب خطأ، حتى لغير المتدينين، من يعمل سوءا يجزى به. كتابه، يلا 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 كتابه، من يعمل سوءا يجزى به هنا في الدنيا قبل الآخرة. وسنن الله لا تحابي أحدا، سنن الله لا تحابي أحدا. من يرتكب أي نوع من أنواع المحاضير سيدفع الثمن هنا في الدنيا، ولو دفعها في الدنيا فالحمد لله، هذه دلالة الحب. ولكن ألا نستمر بدفعه في الدنيا ثم ندفعها في القبر، ثم يستمر الدفع للآخرة وللحساب، هناك شأن آخر. الله سبحانه وتعالى يتوب علينا ويغفر لنا وينقذنا وينتشلنا من كل أنواع الرذيلة بأي شكل من الأشكال. طيب، جاءتني تلك الهبة وتلك الشهوة وما في مجال تتنفس بالطريقة الإيجابية والصحيحة والسليمة. أعطيناكم مجموعة من الإرشادات واليوم نرجع نعيدها. في مجموعة مطعومات ومشروبات لازم نحافظ عليها أكيد. هناك طقوس وعادات يومية ضروري نتعود عليها، منها موضوع الاستحمام. الاستحمام مو ما بعد ما أنا أقوم بالفعل وخلاص كعادة سرية ولا غيره، لا، أنا قصدي جاءتني الرغبة فأذهب إلى موضوع الاستحمام. برد، مطر، ثلج، مدري إيه إلى آخره، بدي مارس شيء بسيط جدا يسمى أحيانا الضبط الذاتي. هذا إذا لم ارتكب خطأ، أو العقاب الذاتي إذا ارتكبت الخطأ والمحظور. ويبدأ هذا يعني الموضوع العقاب من مجرد ما تدافع الخاطر في الذهن وتولدت الرغبة في الصدر وبث الشيطاني شغال. ويمكن يكون الشيطاني الذاتي، أنا شغال عندي فرعان، قوم سوي، قوم اعمل، قوم ما بعرف ايش، انكوش حالك، عندك وقت، ما عندك وقت، عندك احتياج، عندك احتياج، عندك مدري مين تأتيك المبررات. ومجرد ما تحركت يدك باتجاه تلك الأعضاء التناسلية مباشرة العقاب لازم يكون جاهز. طيب ما تمشي لك، ما صار شيء، لا، أنا مشان أردع للمرات القادمة بالفعل. استحمام ماء بارد، هو ماء بارد، ماء ساخن في جو بارد، هو بذاته عقاب. والنساء اللي شعرها طويل وكذا إلى آخره عقاب. طيب يعني بدك تمرضنا؟ أكيد لا. احتاطوا ودبروا كل الأمور كلها، تعملوا أي نوع من أنواع الاستحمام. ما تقول لي ما حدا بيستحم مثلا إذا كان في عنا ثلج ولا عنا برد ولا عنا كذا إلى آخره، لكن استحم واحتاط. لكن المهم إنه هي اللبكة والإرباك والدخول الحمام والخروج منه طبعا أنا بعرف في ناس نظايفية أصلا صيفا شتاء 365 يوم مستحيل في اليوم يعملوا حمام أو حمامين، فبتقول لا عقاب ولا شيء. أوكي، ما الهدف من عقبكم؟ الهدف أن نصرف الأذهان ونصرف الأبدان عن هذا الاحتياج والاهتياج. هذا السبب بدنا الأبدان أن خلاص تصرف الذهن تماما. فالاستحمام من الوسائل الجيدة والممتازة والرائعة، بالإضافة إلى المحافظة على الوضوء. المحافظة على الوضوء، الوضوء سلاح المؤمن. الوضوء له فعل سحري، له فعل سحري. بتقولي بس أنا معذورة وما عندي صلاة أصلا، مشان شو أتوضأ؟ توضئي. الوضوء سلاح المؤمن. لما شرحنا في درس الطاقة الذي ذهب إن في عنا 7 طاقات، 7 هالات، 7 ألوان، مثل ألوان القوس قزح أنتم بتسموه، طيف الألوان. كل لون سبحان الله له تمره، وكل لون له ماء. الوضوء نفسه شيء عظيم جدا أكثر مما تتخيلون. حصن ووقاء ووجاء، وإن شاء الله إبعاد عن الشهوات وعن الشيطان. إذا بدي انطلق بحياتي النهارية، أنا صليت الفجر وخلصت ونمت ورديت فقت وفطرت، بدي انطلق لحياتي العملية، توضأ وانطلق وحافظ على الوضوء. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حافظ على الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.
فسد وضوئي مباشرة وضوء آخر، وضع صعب، لابس جلباب، لابس مدري مين إلى آخره، تيمم. ضروري دائما تكون في تلك الصيانة والحماية. طبعا المائية أقوى من الترابية، ولكن المتيسر، إلي صلاة أو ما لي صلاة. وأيضا عند الليل إذا أردت أن تذهب إلى النوم فتوضأ وضوءك للصلاة، هذا من السنة. ثم اضطجع وقول الأذكار إلى آخره، فهو وقاية من الطاقات الليلية. فإذا أنا بإرادتي ممكن أن أحمي ذاتي في موضوع السبع تمرات اللي باكلهم صباحا، زائد الوضوء، زائد أن أجمع كفي، وأن أقرأ المعوذات اللي كل عمركم تقرأوها إذا كنتم عم تقرأوها بالفعل. نقرأها باستحضار ذهن وعقل وفكر، أن تكون صيانة وحماية من شياطين الإنس والجن وشيطان الذات. فأنا أجمع كفي مستعينا بالله سبحانه وتعالى على كل مصاعب الحياة وويلاتها وضغوطاتها وكل إثاراتها وكل شيء فيها، وأقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاثا، ثم أنفث النفث المغناطيسي، ثم أحوط ذاتي ونفسي. الماء نفسه بإمكاننا نجيبه، الماء ذاته. طبعا الكوب الصباحي حطوا قاعدته على كف، ضموها بهكذا حتى تكون طاقة ايدي كلها عم تطلع عليها، يد الثانية كلها يمكن أن آتي بها بهكذا، ويكون في عندي فتحة بسيطة جدا، مش عارف إذا شايفين فتحة، أيوة فتحة يدي هذه، وأن أقرأ على الماء، أن أقرأ على الماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممكن أن أقرأ الفاتحة وأقرأ المعوذات وأقرأ سورة الإخلاص ثلاثا، فأنا بكون شحنت الماء بهذه الطاقة نفسها. ثم أتجرع الماء ثلاثا وأشرب الماء وكأنني أأكل الماء. كل طعامك واشرب، كل شرابك واشرب طعامك. أوكي يا رب بسم الله. بهدوء، بهدوء. اشرب أول جرعة، ثاني جرعة، ثالث جرعة. طبعا أنا بشرب باليمين عشان ما حدا يشوفها بالكاميرا ممكن يكون معكوسة، والشيخ وعم يعلمنا باليسار. أول شيء مالي شيخ، ثاني شيء باليمين، الله وكيلكم. حاطط خاتمه وساعته باليمين، أنا بحطهم كله باليمين. طيب الآن أنا شو عملت؟ حصنت ذاتي خارجيا وداخليا. استحمام والوضوء خارجي، مع الدعاء ومسح الجسم خارجي. السبع تمرات داخلي. الشرب الماء الذي قرأت عليه داخلي. حصنت نفسي داخلي وخارجي، داخلي وخارجي. طيب كثير منيح. أيضا من الإجراءات التي يمكن أن أتبعها بكل بساطة إذا ما أشاني شيء من هذه الرغبات والشهوات، ضروري اتعلم موضوع التنفس. موضوع ايش؟ التنفس. هلا التنفس حسب انا شو بدي. انا بدي زيد من شهوتي الجنسية، بستطيع اتعلم انواع معينة من التنفس. كما ذكرت انا هناك متزوج ولكن ماله معفوف لانه ما عم يمارس شيء اصلا وعنده برود، او هي تريد فعلا عروس وغيره وغيرات، ولكن زوجها مش عارف، هي مش عارفة الى اخره، ما عندهم تلك الرغبة. طيب بكل بساطة نتعلم أنواع من التنفس، التنفس الناري، التنفس اللي يثير الشهوة الجنسية. ونلاحظتم الذين يمارسون يعني أزواج وزوجات، يدخل التنفس جزء لا يتجزأ من العملية الجنسية نفسها. وإذا عرفوا كيف يستخدموا عملية التنفس بيزيدوا من متعة الممارسة، إذا عرفوا كيف. طبعا الآن ما دوري أعود أعرفكم كيف ولا أعطيكم دورة في ذلك، لكن على الأقل عم يفتح لكم آفاق، وأضع هذه المعلومات أمانة في أعناقكم. لأنه ممكن واحد رزيل للأسف يسمع هذه المعلومات ويروح يطبقها ليمارس فيها محرمات تكون تعلمها مني، لا. وإنما أنا أدعو الزوجين الذين لا يشعرون أو لا يستمتعون أو لا يصلون إلى الذروة أو ما شاكل، هناك طرائق عملية في موضوع التنفس. وحطوا كلمة تنفس الناري مثلا. التنفس ممكن أنه يساعدكم على قضاء ليلة ليلة ومتعة رائعة جدا في الفراش، وخاصة إذا كان في عندنا التوافق التنفسي، يعني الزوج والزوجة كليهما عرفا كيف يمارسا مثل هذه التمارين. من ضمن هذه التمارين تمرين اسمه التنفس التحولي، هو تنفس من الفم
وبيخرج من الأنف. تمام، بطريقة معينة أيضا. التنفس هذا التحول من الفم وليس من الأنف، إن كانوا تبادلا في طريقة معينة في أسلوب معين بنموذج معين، وكانت الأنفاس متقاربة ومتقاطعة ومتداخلة، وبكل بساطة ممكن نعم أن نصل إلى قمة نشوة اللذة وإلى آخره. طبعا عالم التنفس بحد ذاته، طبعا مثل ما قلت لكم أنا الآن ليس دوري هو تعليم المتزوجين، وإنما إيصال إلى الذين لا يصلون إلى العفة إلى العفة. تمام. وإلا التنفس من الأشياء السحرية، إذا أتقنتيها أيتها المرأة وعرفتي كيف تتنفسي في أذن زوجك، حول رقبة زوجك، بالأماكن الحساسة إلى آخره، ستجدي أن هناك تقدما ملحوظا جدا جدا في استجابة زوجك لك. والعكس بالعكس، إذا عم يسمعني الزوج فأيضا نعم تلك الأنفاس البسيطة طبعا بدنا نحافظ على موضوع الرائحة، رائحة البدن مهمة جدا. النظافة في العملية الجنسية مهمة جدا. نوعية الصابون، نوعية الشامبو، نوعية المستحضرات، نوعية الكريمات، نوعية المدري مين، هذه الأشياء ما تستهين فيها إطلاقا. لما ندرس البرمجة اللغوية العصبية، في عندنا ناس اسمهم الشميين، حياتهم الزوجية قائمة على الشم. استمر أو لا استمر بناء على هناك رائحة تعرق فظيعة، رائحة بدنه شنيعة، رائحة فمه غليظة، رائحة جراباته فظيعة، رائحة الفطور ما بين أصابعه شنيعة، رائحة إبطه خطيرة، رائحة الأماكن التناسلية شنيعة. هو أصلا يعمل في أعمال أصلا فيها رائحة زنخة، هو يشتغل جزار، لحام، مكنسيان، مدري مين، ففيها أصلا روائح مصحوبة من العمل يعني فظيعة جدا. أيضا بعض النساء من أتباع الطب البديل والطب التكاملي ممكن أن تغلط مثلا بأن تأكل الحلبة. لا شك الحلبة شيء عظيم، شيء مذهل وخطير، بس مو قدام الزوج ومع الزوج وأمام الزوج ومدري إيش إلى آخره، لأنه كل الجسم حيتفصد عرق برائحة الحلبة. للأسف رائحة يعني أكيد في كثير من الأزواج رح ينفروا من زوجاتهم ويسبوا اللحظة اللي آمنت فيها زوجاتهم بالصحة والطب البديل والتكامل وما شاكل. أيضا هناك أشياء كثيرة قد نتناولها وفعلا تعمل مفرزات رائحة بدن شنيعة وسيئة. الذين يعانون من رائحة الفم من الأزواج والزوجات، بيناموا قدام بعضهم البعض على ذاك الفراش، ربما يشخر في الليل، ربما هي تتنفس من فمها في الليل، فبتطلع أيضا تلك الروائح المقززة والمنفرة ولو كانوا زوجين. هل هذا ممكن أن يؤدي إلى الطلاق؟ نعم، وقد حدث في عيادتنا ومراكز استشارتنا للأسف الكثير من هذه الشكاوى التي وصلت إلى حد الطلاق، وصلت إلى حد الطلاق. فهذا الموضوع أصلا مزعج ومؤذي، أن يقول الزوج سكري تمك، ولا تقول له الزوج سكر باجوقك، استغفر الله العظيم، ريحتك وسطانة إلى آخر الدنيا. يعني أكيد قلة الأدب، يعني أكيد في كلام جارح حيؤذي الطرفين. شو بدنا نعمل؟ بكل بساطة بدنا نحاول أن نخفف من تلك الملاحظات بالمراقبة الذاتية الشخصية والنظافة الذاتية والشخصية. إذا كنا بدنا نضبط الشهوة الجنسية الآن، أيضا علينا أن نتعلم التنفس الاسترخائي، الأشياء التي تدعوكم إلى الاسترخاء وليس إلى التوفز، إلى الاسترخاء، تنفس استرخائي. ممكن تطلبوا أيضا من كل عضو من أعضاء بدنكم استرخي 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 استرخي، وصولا إلى المنطقة التناسلية، استرخي استرخي استرخي، وكن مسترخيا وليس منتصبا أو شادا أو فوارا أو ما شاكل. فكل الأمور تجري بالتعلم. إذا نتعلم فنون الاسترخاء والتنفس الاسترخائي اللي يبعدنا عن هذا الموضوع. طيب، بعض الأشخاص ممكن يجي معنا عكسيا، يعني لما بيسترخي أكثر وبيشعر حاله أنه مستعد بدنه وجسده للتلامس الجنسي أو التحسس الجنسي، وتضعف إرادته ويروح باتجاه العادة السرية بينه وبين نفسه إذا ما كان في حدا. فمنكون هيك ما بنكون نصحناكم ولا خدمناكم، بنكون زعجناكم وأذيناكم. فلذلك أنت رقيب ذاتك، أنت بدك تشوفي نفسك كيف. لما بتلاقي حالك استرخيتي أكثر، تولد عندك شهوة أكثر، إذا مو هذا الحل. معلش أمرك لله، قومي إلى الاستحمام اللي ذكرناه، وقومي إلى شيء آخر ممكن نذكره الآن بشيء اسمه الرياضة.
وتمرينات الاي اف تي، ممكن يكون هذا او ذاك. الرياضة، هلا الرياضة ممكن ان تريحني. شوفوا الرياضة رياضات، الرياضة رياضات. التعرض للهواء وللشمس مع الحركة ممكن تعمل احد المفعولين. واحد من المفعولين انه بالفعل ممكن ان الطاقة الزائدة اللي عندي فرغناها في الرياضة، فرغناها في الجري، فرغناها في السباحة، فرغناها في الالعاب الكرة وغيره وغيراته. فالشهوة اللي عندي والطاقة اللي عندي والرغبة اللي عندي تفرغت في الرياضة، فهذا جانب إيجابي. البعض عندهم للأسف بالعكس تماما، يعني هو بالأصل جسمه خامل ميت تعبان، لعبناه رياضة ما شاء الله طلع كل الهرمونات اللي لازم تطلعه، وبده يتبعها، يعني صار شعر بلذة وبسعادة غامرة، ويريد أن يتوج هذه السعادة الغامرة بممارسات جنسية. طبعا حذاري، اللي بيلعبوا رياضة وبياخذوا لي بروتينات وبيعملوا لي تنفخ عضلات والأشياء المستحضرات الموجودة هذه كلها سترفع من الشهوة الجنسية بشكل مضاعف، لدرجة أنه حتى المتزوج لا يكتفي بزوجته، لا يكتفي حتى لو زوجته يعني بدها تتعب معاه، يعني إذا كانت سايرته ففي حتى الجنس بده يفقد مفعوله، يعني يكون جلسة صباحية وجلسة عصرية وجلسة مسائية، كل ما التقيا وكل ما جلسا مع بعضهما لازم يكون في ماتش جنسي من وراء تلك المستحضرات اللي عم يعبث فيها في هرمونات بدنه وجسمه، ويرفع فيها معدلات رغبته وشهوته وإقباله وإقدامه. لذلك أرجو نتفهم الموضوع إلا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة انك تعرف بالضبط ماذا تصنع، ماذا تفعل، شو نوع الرياضة المناسب لك. انا عندي عفوا بعض النساء قد تكون عندها المشكلة في اعضائها التناسلية، في عندها شوية تضخمات بسيطة في المنطقة الحساسة في البظر مثلا، فهذا بحاجة احيانا الى عملية احيانا. فربما لو لعبت مثلا نفترض البايسكل مثلا، دواسات ورجع عم تطلع نزل عم تنزل، والمقعد اصلا ضيق وكذا، فممكن هذا يشغل عند الشهوة مش يشغلها. يمكن بعض الانواع من الجاكوزي فاتت أداة تعمل على اساس مدري ايه، والماء عم بيخدق وبيلعب وخاصة عم يتماس مع الاعضاء التناسلية، فقد يولد تلك الرغبة الجنسية. ليس هذا الذي نريده الا اذا كنت تشكو من ضعف في الشهوة الجنسية وانت متزوج او انت متزوجة، بيكون هذا عين الحكمة عادي. يعني انا مثل ما قلت لكم نعطيكم المعلومات، لكن تطبيقها مسؤولية اخلاقية على المستمع، أخلاقية على المستمع بينكم وبين الله. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينظر إليكم ويعرف ماذا تفعلون وماذا تقترفون لا سمح الله. إن كان بيلزمكم يا عيني بنكون حلينا لكم الإشكال والحمد لله، وإن شاء الله بتأدوا حياتكم كل شهر عسل. أو كنتم بالعكس عندكم الاحتياج وعندكم الاحتياج العالي، إياكم عليكم أن تفهموا بالضبط ما هي الرياضات المثبطة لكم وما هي الرياضات الموفزة لكم. طبيعة اللباس اللي بتلبسوه بتلعب دوره، اللباس الضيق بيلعب دوره، اللباس اللي يعني يصف العورة كما هي بيلعب دوره. أماكن لعب للرياضة، أنا رايح ألعب رياضة وبدي ابتعد عن المثيرات الجنسية، وإذ أنا في أوروبا ولا بأمريكا ولا بأي مكان في صالة رياضية أصلا مشتركة رجال ونساء وكل واحدة أحلى من الثانية، بعدين بدي اقول والله انا الحمزاوي قال لي روح العب الرياضه. لا حبيبي لا تلعب رياضه، الله يخلي لي اياك وروح ارجع على بيتكم. حتعمل لي يشوف لي كل هذه المثيرات بعدين تقول لي والله ما قدرت اصمد ما قدرت كذا، شيء طبيعي جدا. في بعض النوادي للاسف قد يستخدموا موضوع الصور، ما بيكون عندنا اشخاص لكن حاطين لي على اساس صور رياضيين والرياضيات وناس ما شاء الله ما شاء الله في هذا الاطار، وبالتالي يعني للاسف الشديد ممكن بكل بساطه ازداد الشهوة الجنسية، فهذا ليس من الأشياء التي نريدها. طيب إذا الرياضة مهمة جدا، خاصة إذا عرفنا شو هي الرياضة اللي يمكن نشتغلها بطريقة صح. طيب نجي لموضوع الضغط على النقاط العصبية. الضغط على النقاط العصبية في شيء تمرين كتير 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 بسيط. مين ما صار عنده احتياج أو اهتياج زائد، طبعا هذه التمرينات اي اف تي
تمارس لأشياء كثيرة جدا، لكن الآن نحن حنمارسها بنية التخفيف وتثبيط الرغبة الجنسية. واستخدم ايدي اليمين بيكون كثير منيح، يا ريت تطبقوا معي بشكل جيد. ونحاول انه نعمل ربط بسيط وخفيف على الجبهة، ربط بسيط وخفيف على الجبهة. طبعا ممكن نصف الذهن عن عالم الجنس كله ونفكر في شيء ثاني، انا سعيد في حياتي، انا ممتاز، مدري ايش الى اخره. طيب ضروري كتير نشيل النظارة، واذا ما عندنا نظارة ضروري كتير نجيب نظارة لحتى نشيلها. تمام. تمام. طيب طبعا هذا من باب المزاح، يعني ما حدا يروح يشتري نظارة مشان يشيلها. وين المشاركات، وين الدعوات، وين التاجات، وين المدري مين، وين يا شباب، وين المشاركات؟ أين المشاركات؟ أين التعليقات؟ وين تدعوا بعضكم البعض؟ حركوا لنا حالكم. يلا. إذا عندنا ربط بهذه المنطقة، منطقة الجبهة، ثم انزل بيدي اليمنى إلى عيني اليسرى. عند جزء الكاميرا أرجيكم عكس الصورة، المهم إنه طبقوا صح. إيدي اليمين على الربط، بعدين أروح على أذني اليسرى فوق على الحاجب، أعمل هذا الربط الخفيف، ثم على طرف العين اليسار، طرف العين اليسار، ثم أسفل العين اليسار، ثم أسفل الأنف، ثم أسفل الشفة، ثم جوزة الحلق. حلو إنه نمشي مع عظم القص لو حبيته، عظم القص نفسه. نفس يدي اليمنى على الكتف الأيسر. هون في عندي عظم، هنا في عندي عند الكعبر هذه تحت الإبط. ممكن إنه على الساعد، على هذه المنطقة هنا أصلا في مناطق النقاط العصبية، بالضغط على النقاط العصبية تذهب الشهوة الجنسية. ثم ربط على الساعد كله، ثم على الكف، اضرب على طرف الكف، ما بين الأصابع، ما بين الأصابع، ما بين الأصابع، ما بين الأصابع. آخذ شهيق، زفير، شهيق، زفير، شهيق، زفير. هتحسوا سبحان الله انكم انتقلتم الى عالم ثاني. هذا التمرين بستخدمه في مناحي متعددة. عندك هجمة اكتئاب، سويه. عندك رغبة جنسية جامحة، سويه. عندك اشياء غضب وانفعال وبدك تروح تقاتل حدا كذا الى اخره، سويه. تمام. فهذا ان شاء الله من شأنه ايضا ان يخفف الكثير والكثير والكثير ان شاء الله. طيب الآن انتقل لحتى أرجيكم صورة. شوفوا هذه الصورة، وحبوا إذا حبيتوا كمان تصوروها ما في مانع. كل جسم الإنسان موجود في ماذا؟ في كفه. كل جسمك موجود في كفك. كل جسمك موجود في كفك. تخيلوا، كل جسمك موجود في كفك. طيب وبالتالي بدنا نحاول إنه نشوف هذا الكف اللي الله سبحانه وتعالى خلق لنا إياه. صوروه كله، شوفوه كله. تمام. هتلاقوا إنه بكل بساطة هتشوفوا بكل بساطة إن هذا الكف نفسه لو وضعناه بهذا الشكل، الآن هدول رجلين، امشي بيمشي، دول إيدين، تمام. دول عم يتقطع فيهم إيدين، وهذا الرأس، وهذا الرأس. هلا كل رؤوس الأصابع لو ضغطناها كمان حتساعدنا جدا جدا جدا. رؤوس الأصابع كأنه أنا عم أضغط الآن على كفي كله، على رجلي كلها، على رجلي كلها، على كفي كله، وعلى رأسي كأني عم بعمل مساج لرأسي. وممكن أحول أيضا على الجهة الثانية من الله. طيب الآن هذول عم نقول هذول رجلي، امشي فبيمشي. تمام. وين المنطقة التناسلية؟ هلا هون ايضا المنطقة هذا كلها اسمها الظهر، هذه المنطقة كلها اسمها الوجه. اركع نستطيع نركع، اقصع نلاقي ما نستطيع نقصع. هذا ظهرك وهذا وجهك. طبعا في فن طويل عريض له علاقة بالضغط على النقاط العصبية. في فن طويل عريض له علاقة بالضغط على النقاط العصبية. نرجع شوي نصغر الصورة، مو مشكلة، ونكبر صورتنا ونشرح شو بدنا نساوي. يعني إذا هذه كفي،
هدول رجلي امشي. تمام، هدول عم يمشوا. طيب هذه المنطقة منطقة ماذا؟ منطقة الظهر. منطقة الظهر حلو نعمل مساج لمنطقة الظهر، وخاصة لأسفل العمود الفقري الموجود بالكف. أسفل العمود الفقري هون، اللي عنده مشاكل بالعجوزيات حيتألم من هون. تمام، فممكن أعمل مساجات في هذه المنطقة. تمام. طيب مو بس هيك، اللي عنده الدورة الشهرية وعنده خدق دم وعنده ألم وكذا، تجيب مطاطة بتربط ما بين هذه المنطقة شو إنها دول رجلين. تمام، هيك نقلبهم، دول رجلين، دول الاثنين رجلين. هذه المنطقة التناسلية، هذه المنطقة التناسلية كما ترونها في الصورة. بنحط مطاطة من هون لهون، تضغط الايدين الثلاثة، دول اصابع الثلاثة مع بعضهم البعض، ودول اصبعتين مع بعضهم البعض، فبتوقف النزيف وتوقف الألم. تخيلوا، توقف النزيف وتوقف الألم، هدول الثلاثة هيك مع بعضهم البعض. هذه المنطقة من المهم جدا الضغط عليها، الضغط عليها. هلا ممكن انا بدي ثور نفسي، يعني الناس اللي عندهم ضعف جنسي، فبنضغط مع عقارب الساعة، بنضغط مع عقارب الساعة. تمام، وبنضغط شوي شوي. بدي اثبت الشهوة الجنسية وخفف منها، فبضغط بعكس عقارب الساعة، بضغط بعكس عقارب الساعة. احيانا لما بدي انا اجيب هذه الشهوة، فانا بضغط من الرسغ وباتجاه اسفل، رسغ واتجاه اسفل، او بالعكس انا بدي اخفف من هذا كفي كله، فانا بضغط من الاسفل الى الاعلى، من الاسفل الى الحار، وبيطلع بارد. فانا ايضا بهذه المنطقة ممكن ان ابردها تبريد. لما بدي اثيرها بحميها. تمام، برجع بقول مسؤولية استخدام هذه الأمور عليكم أنتم. هلا ممكن الماما تعملها لأولادها بدون ما ينتبهوا، تعمل لهم باح يا باء يا عدين الفلاح يا عدين مدري ايش، هي محلته هي شوكته، بتتذكروا هيك شغلات. طيب فممكن انه تلعب على ايده، تضغط له كذا الى اخره مساج، وتوجي بايدها وتضغط من الاسفل الى الاعلى. الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك يا بنتي، بسم الله ما شاء الله عليك، الله يخلي لنا اياك، مدري شو. وانت شو ماما يا عم تعملي لي؟ عم بعمل لك مساج حبيبتي، مساج. ونعمل ضغط على الرؤوس هذه كلها الى اخره. الاولاد طبعا مو شايفين شيء ولا فهمانين شيء ولا شايفين هذا الموضوع. الزوجة اللي عم تسمعني الآن ممكن تفعل ذلك لزوجها وتتحبب إليه إذا كان عنده شبق وما شاء الله، يعني عنده مطالب كثيرة. حبيبي روحي حياتي إلى آخره، غسلي له إيديه، زبطي له أوضاع، حطي له كريم، واضغطي له من الأسفل ونحو الأعلى. وهون تضغطي بعكس عقارب الساعة. طبعا احنا بنعمل له كل الكف، وبنضغط عكس عقارب الساعة في هذه المنطقة. هيك بيهدى وبيكن بطل يهددك بالزواج الثاني والثالث والرابع والعاشر. العكس بالعكس، انت بدك وعندك رغبة وعندك شهوة وعندك كذا، لكنه ضعيف او هزيل او ما عنده الشهوة، نجي بندعي الكفين، بنعمل له مساج غير شكل، بنجيب زيوت عطرية رائعة جدا، من دغدغه في المناطق اللي فيها دغدغة، وبعدين بنأتي إلى هذه المناطق من الأعلى ونحو الأسفل، ومع عقارب الساعة، ومع عقارب الساعة، مع كلمتين حلوين في الأذن، بيطلع شغلة عظيمة. طبعا مشان نكمل صور الجسم، شوفوا بإمكانكم أن تنظروا أكثر وأكثر. هذه أيضا صورة سبحان الله لظاهر الكف. الآن هذا الظهر، منطقة الظهر اللي فيها الكلاوي، اللي فيها الكلاوي. طبعا احنا ما بنحكي الآن دورة علاجية، ممكن يكون أحيانا ذهاب الرغبة الجنسية لأسباب مرضية بدنا نعالجها. تمام، قد يكون الخوف والقلق، فالنقطتين دول الخوف والقلق، علاج الخوف والقلق خاصة في ليلة العرس أو ليلة الدخلة كما تقال. فممكن مداعبة الزوجية للكفين وبالذات لهن النقطتين، ممكن أنه تثبت الخوف والقلق وتمضوا ليلة غير شكل. طيب أيضا من الصور الحلوة أنكم تشوفوها القدم. القدم كمان في كل الجسم بالقدم نفس النصائح اللي حكينا عنها في الإيدين،
ممكن نعملها في القدمين، ممكن نعملها في القدمين. هون بدي اتوجه شوي، انا عايش بالخليج، وبالتالي بشوف انه عندنا خدامات وعندنا فلبينيات وعندنا اثيوبيات وعندنا نيباليات وعندنا ما بعرف ميات. المداومة والعشرة والمعاشرة بتخلق إلفة. فالبعض شفتهم للأسف قد يطلبوا من الخدامة انه تعمل مساج للزوج، تعمل مساج للزوج، وعلى اساس انه البعض يعتبرها مما ملكت ايمانكم، وهذا مش صحيح. والبعض يعني بطلب من الزوجة، الزوجة بتألف الموضوع، لو ان لها زوجة ثانية، لو ان لها اخدان، لو ان لها ما بعرف مين، قد ترفض ذلك. ولكن لما بنقول خدامة، خدامة ونحن جايبينها مشان تخدمنا وتعمل مساج لهالرجال خليه تريحني. شوفوا الاقتراب بعالم الطاقة، الاقتراب الأنثى من الذكر مع الاحتكاك الدائم والمستمر يجعل الطاقتين متماهيتين، يجعل الطاقتين طاقة واحدة. يعني إذا أنت ما حطيتي طاقتك يوميا عند زوجك، يعني أنت لا تصنعي طعامه ولا بتخرطي له شيء ولا بتصنعي له شيء، طعام ما دخلت طاقتك. اجينا الغسيل، ما أنت ما بتغسلي، وكوي أنت ما بتكوي، طيب وحمام ما بتحممي، وتنشيف ما بتنشفي، واعتناء بجسده ما بتعتني، ومساج ما بتعملي، حتى عفوا اسف لحمسي ما بتلحمسي. اذا انت الطاقه تبعك بمزن مع طاقته صارت ضعيفه جدا 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 جدا. تمام. طيب بالتالي شيء طبيعي جدا ما يشعر بالتجاذب، ما نشعر بالتجاذب اذا اتينا الى الفراش، لانه خلاص الطاقات بدات تتباعد وتتملص من بعضها البعض. ولما يصير في لقاء، بصير في لقاء في شعور حتى في شيء غلط، كاني انا هلا عم اتزوج اول مره. تمام. فبدنا ننتبه للموضوع. بينما لو الخادمه هي التي تطبخ الطعام، وهي تقطع الاشياء، وهي وضع يدها في الطبيخ، وهي اللي حركت هذا الطبيخ، فدخلت الطاقه في زوجك وفي اطفالك واولادك. طيب جميل. بعد منها هي اللي غسلت الملابس، اوكي، وهي اللي كوت الملابس يا عيني، ويمكن هي اللي لبست ملابس. هذا مصيبه صارت الحكايه. واضح؟ يعني طاقة الخدامة في طعام زوجك، طاقة الخدامة في ثوب زوجك، يا عيني. طيب فوق منا ممكن نتجاوز الموضوع ونقول للأسف طلبنا من هذه الخدامة تعمل مساج، هي اخترقت كل الهالات ودخلت على المستوى الأحمر. هي إنسانة بالنتيجة، بني آدمة، وعندها غريزة وعندها شهوة وعندها أعضاء تناسلية وعندها كل شيء، عشان تكوني بالصورة، عشان تستوعبي، عشان تدركي. ما تقولي خدامة جاي ما بعرف من وين، من اثيوبيا، جاي من بطيخ اريتريا، جاي ما استغفر الله العظيم، ما قصدي انا على البلد، ان جاي من واق الواق، جاي ما بعرف شو. ما تستهيني في ذلك، كل خلق من خلق الله، كل اناث، وكلهم عندهم شهوات، كلهم عندهم غرائز، والبعض منهم قد تكون متزوجات وتاركين اولادهم في الهند وفي نيبال وفي مدري مين، وجايين ليخدموكم عند الرغبه وعند الشهوه. وممكن تشتهي زوجك بكل بساطه. والله انا تحت علمي وعلى ناظري انا عم تعمل له مساج، عم تعمل له كذا. على مستوى الطاقة ها الآن دخلت هي نسيجة في نسيجه، كليهما أصبحا من حقل طاقي واحد. صار في ألفة في الموضوع كثير كثير كثير، وما عاد في حدود، ما عاد تبع هي حدود. لا تتبع خطوات الشيطان، أصفر برتقالي أحمر، هن دخلوا بالأحمر. وانت ما دائما موجودة، انت مو دائما صحيانة، انت كثير من احيانا نايمة، احيانا ببرات البيت، احيانا مسافرة. بعدين تجي يا زوجي عامل لي خيانة، زوجي ما بعرف. هذا كله من حضرة جنابك، ضعف طبعا ايمان منهم، ودخول للشيطان المتسلسل شوي شوي شوي. وللاسف طبعا تقولي انا احلى منا، انا اشرق منا، انا ابيض منا، انا اشقر منا، انا مدري ايه. ما لا علاقة ابدا اصلا. لما حتى بينك وبين زوجك نفسه نطفي الضوء وتروح نحو الظلام، ما عاد تبين من جمالك ولا شيء. وكذلك هي ان شاء الله تكون عبدة. ما انا ضد هذه المسميات والالفاظ والعبارات، يعني تبع انه ما حلوه وما بعرف مين، ما في شيء اسمه ما حلوه، انا احلى منها، ما في شيء. في عالم الجنس بالنتيجه للاسف سيذهب هذا الزوج الى المنطقه التي لا يراها، وما مهم انه يراها، المهم انه يحقق فيها قضاء الشهوه. ذلك حذاري المناطق اللي فيها خدم، حذاري الخادمات يدخلوا في طاقة وهالات زوجك وأولادك، بما فيهم أولاد الذكور والأولاد
اللي للأسف ممكن يكونوا في سن مراهقة. واضح هذا الكلام؟ يا ريت تفهموه. كتار الخدامات اللي قلعوه من البيوت او فصلوه من البيوت بدعوى انه حراميه ولا سارقه ولا مدري مين. هي لا سارقه ولا حراميه، هي كشفوها انه مع الولد المراهق اللي صار 18 سنه ممكن العيب بالولد نفسه، وممكن تكون من انسانه عندها احتياج، بني ادمه عندها احتياج، وللاسف الشديد هي بلشت تتقرب من الوالد، ما استطاعت تقربت من الابن، او تقرب من الابن ما استطاعت تقربت من الاب. فبدنا نحذر حذر شديد جدا. طبعا اليوم مو معناتها نعمل ثورة، هلا نروح كل وحدة عندها خدامة تعمل مصيبة بالبيت، لا، لكن ما تكوني عفوا الغافلة المغفلة المستغفلة اللي ما بعرف شو بدي اسميه لك اياه ابدا. ما في شيء اسمه لا لا انا زوجي اثق به، انا زوجي بني ادم، نعم، انا زوجي رجال، نعم، انا زوجي عنده شهوة، نعم، هذه خدامة بني ادمة، نعم، عندها غرائز، نعم، عندها شهوات، عندها ما عندها موانع دينية احيانا، نعم، عندها بالعكس رغبة انه تتعمق في هذه الاسرة والعائلة، نعم، ممكن تتعمق اكثر وتاخذ فلوس اكثر، مدري ايش، ما في عنده مشكلة ابدا. يعني في بلدان عادي الزوج يرسل زوجته للدعارة على اساس انه عمل بزنس، يعني ما معتقداتهم غير معتقداتنا، دينهم غير ديننا، يعني فهمهم غير فهمنا. عم تستوعبوا شيء الموضوع ولا لا؟ يعني ارجو نستوعب هذه النقاط لانها حساسة. اسف انني صريح فيها، لانه يمكن ما كثير من الناس اللي تتكلم فيها، فانا مضطر اتحدث فيها. نرجع للرجل. نفس الحكاية، لو نظرتوا النقطة الحمراء اللي حطيت لكم اياها الآن، هدول القدمين وهي المنطقة التناسلية، هذه المنطقة التناسلية حكبركم الصورة دقائق حتى تستطيعوا انكم تصوروها اذا حبيتوا تصوروها. ممتاز، اكيد صورتوها، فنصغر اللوحة. طيب الآن نفس الشيء، رؤوس الأصابع ممكن نعمل له مساج، نعمل لظهر القدم، نعمل لبطن القدم، وبالذات نأتي على ما بين الأصبعين إلى علاقة بالمنطقة التناسلية. مع عقارب الساعة بنوفز، عكس عقارب الساعة بنثبت. من الأعلى، من الأعلى إلى الأسفل عم نحفز، من الأسفل إلى الأعلى عم نخفف. تمام. فإن شاء الله تكونوا يعني أخذتوا اللمحات البسيطة في هذا الإطار. طبعا نقع الرجلين في الماء والخل، نقع الرجلين بالماء والخل ممكن انه بالفعل يعني كمان يخفف الموضوع هذه الشهوة. انا قاعد في اي مكان وحسيت انه اجتني كثير الحكاية، بضغط على ابهامي وبضغط على اجري، يعني انا لابس حذائي، حتى بحذائي بضغط عليهم بطريقة ما. شوفوا ايضا هذا الرجل اذا حبيتوا تصوروها على السريع. طبعا هذه مدارس اخرى اسمها الريفلوكسولوجي، كله ممكن نستفيد منه. هون ممكن كمان يكون في شوية مساجات للعقب، للعقب. الإذن، شوفوا الإذن الإذن نفسها سبحان الله، ركزوا على الإذن وشوفوا الإذن كيف فيها الجنين في بطن أمه. أكبركم إياها شوي، شوفوا كأنه جنين في بطن أمه، هذا الإذن كله. تمام. طيب أيضا تدليك الأذن، تدليك الأذن من الأشياء المساندة والمساعدة على التخفيف من أو التثبيط من، لما بنصير نحركها بعكس عقارب الساعة. وشوفوا هون عظيم ديننا لما بقول لك الوضوء، ما لكم الوضوء، الوضوء عمليا احنا جايين عم نفرك كل شيء، عم نضغط على الأصابع وعلى الإيدين وعلى المدري مين وعلى كل الأشياء. راح الصوت، لوين راح الصوت؟ اللي سامعني يحط لي علامة انه نعم نسمع، الصوت موجود، الصوت موجود، اعطونا اشارة ان الصوت موجود. اعتقد ان الصوت موجود والله اعلم. طيب ممتاز، اذا ان شاء الله الصوت موجود. الاقراط طبعا انتم بتحطوا احيانا حلق او بتحطوا حلق تبع الضغط، كبس احيانا بتستشعروا بدوخة او، نعم هناك علاقة وطيدة جدا أيضا بين الضغط على النقاط العصبية وما بين
الحلقات أو حلقات الصينية، الطب الصيني مشان تخفيف شهوة الطعام، في نقاط معينة. نعم، يمكن أن ما بدي لكم طبعا عليها حتى ما حدا يعبث بذاته على الإطلاق. في نقاط معينة لتثبيت الشهوات، تثبيت كل الشهوات سواء الغريزة البطن عندكم الشهوة الجنسية. هذا طبعا كنصيحة للأخوة والأخوات الذين لا يجدون نكاحا وحواليهم شيء اسمه طب صيني، في عندهم طب صيني أمورهم تمام، فبإمكانهم أنه في النقاط معينة أنه فعلا حط لكم إبرة بسيطة أو حلقة بسيطة فتثبط عندكم الشهوة. في صورة كان لها علاقة باللسان. ها؟ حكينا المرة الماضية أصلا عن اللسان وعن الطعام وعن الشراب. راجعوا الحلقة التاسعة، كلها لها علاقة بموضوع الطعام والشراب. المضمضة من الأشياء اللي ممكن تساعدكم، والمضمضة جزء من الوضوء، وذكرنا لكم الوضوء أنه وضوء مهم جدا جدا جدا. إذا بنحاول فعلا. طيب، في عنا شيء اسمه فك الارتباط. شو يعني فك الارتباط؟ للمتزوجين ما عندي مانع، المتزوجين نعمل ارتباط. في ناس يعني طبعا بدي نحكي عن الاشياء اللي اكثر ميال للمباح، انه في ناس تربط بين الجنس والدخان، بين الجنس والخمر، بين الجنس والمخدرات، ودول بيجوا متلاحقات بعضهم البعض، نشوة ورا نشوة، لذة ورا لذة، لذتين مختلفتين بيمزجوهم مع بعضهم البعض. فأنا ما أريد أن أدخلكم في هذا العالم القمع والقذر، ولكن ادخلوا إلى العالم الإيجابي. ممكن نسمح بالشوكولا، ممكن عادي، قبل، أثناء، عقب العلاقة الجنسية ممكن ندخل فيها الشوكولا، ممكن يدخل فيها مواد كثيرة جدا يحب الطرفين، أشياء تكون رجاجة لزجة إلى آخره. طبعا في ناس يقولون كذا، هذا أذواق، هذا عالم، هذا عالم. فأنتم لما بكون عم نحكي عن المتزوجين وحابين أنكم تزيدوا من أثر هذه المتعة، ما في مانع من استخدام بعض الطعومات وربطها في هذا الحدث. لكن راح الزوج، ضاع الزوج، طلقنا، انفصلنا، مدري مين، بدي اعمل فك الارتباط. لانه الان بصير كل ما اكلت شوكولا تحديدا اللي كنت اخذها اثناء ممارسه الجنس او عقبه مباشره، سبحان الله، مجرد تناول حبه شوكولا واحده تتداعى عندي كل المشاعر، قد تكون سلبا او ايجابا. سلبا انه انا بكره اولاد الزوج اللي طلقني مدري ايش، فخلاص بنفر من الجنس كله. او ايجابا، ما انا ماني عرفانه، انا خلص طلقته وراح من بالي، انا عم باكل شوكولا على اساس، لكن هناك ارتباط شرطي ما بين الشوكولا اللي عم تاكليها وما بين لذة الجنس. فانت بتاكلي شوكولا، تحسي حالك انتقلتي الى عالم اخر. كيف شلون؟ انت ما بتعرفي. ان الانسان شغله عجيبه جدا من الموضوع هذا، الروابط وغيره. ممكن رابطين مثلا بين الفراولة، الفريز، وموضوع الجنس مثلا. ممكن رابطين بين يعني اشياء كثيرة بتشوفوها بالافلام هنا وهناك مرتبطة في هذا الموضوع. فكل امة لها يعني مطعوماتها ومشروباتها ومدري مين الى اخره. فبدي اما عزز اذا كان انا متزوجة وامور تمام، ما في مانع ان اربط ما بين لذتي اللسان يعني الممارسة الجنسية، او انا بدي فك الارتباط، لانه فك الارتباط مهم جدا. اذا ما فكينا الارتباط انا ما عم بشعر على حالي غير فجأة عندي هذه الشهوة قد قفزت الى مستوى معين، ولا حول ولا قوة الا بالله. ما بقي عندي وقت. طيب، باختصار اخر نصيحة: ابتعدوا عن المثيرات البصرية والسمعية والشمية والذوقية واللمسية. نصائح سريعة: اكثر الاشياء اللي بتجذبنا باتجاه الجنس اليوم هو النظر، والنظر آفة كتير كبيرة. لذلك مثلا أنا عندي تلفاز شاشته ما بعرف إيش، حلو، أنا كنت عامل من زمان استيكرات، يا ريت لقيت منكم، ما قدرت لاقيها، عاملها مثل زي القنوات الفضائية، تمام، عين كذا مكتوب فيه اتق الله. وين ملزوقة؟ على الشاشة تبع التلفزيون. ملزوقة وين؟ على شاشة الكمبيوتر. هذول لزقات كبيرة هيك مثل تبع قنوات فضائية. شلون في عندنا شارات قنوات فضائية؟ بحيث انه انا يعني من البشاحة أن أنظر إلى امرأة عارية ومكتوب اتقي الله بعيني، يعني هيك محطوطة قدام مني وبدي أشوف امرأة عارية، إن شاء الله تكون غنية ولا فيديو كليب ولا دعاية ولا غيره، مكتوب اتقي الله فيما ترى كذا. خلاص، المفروض أنك تصرف نظرك فعلا، عليك أن تصرف نظرك فعلا. نحط اسم الجلالة، الله، لفظ الجلالة، فوق شاشة التلفاز، تحطها هيك كبيرة واضحة،
نحط قدامنا الساعة يوم من الأيام ومدري إيش إلى آخره، ونحط لفظ الجلالة. فاللي الناس متعودة إنه ترتكب المحظورات، هي عم تشوف على شاشة التلفاز وتمدمد إيديها هون وهون، وعم تشوف كلمة الله، يعني أكيد صار في شيء اسمه خجل من الله سبحانه وتعالى، رح يمتنع عن مثل هذه الممارسة بأي شكل من الأشكال. كذلك طبعا ما اقدر اسوي ايقونات صغيره بهذاك الزمن اللي عم اقول لكم عليه سوينا، كان بس عالم التلفزيونات والسينما، ما كان عندنا عالم الجوالات والاجهزه الذكيه. لكن لازم نخترع شغلات بسيطه حلوه ظريفه رائعه الى اخره، من لصاقات بسيطه توضع على ايش، على الهاتف نفسه، على شاشه الايباد اذا كان كبير ما شاء الله، على شاشات التليفونات، توضع كلمة اتق الله أو لفظ الجلالة الله. يعني أنا من قلة الأدب وخسة الطباع والفعال أن تقوم بمعصية وأنت تراقب فيها الله. نحن أحيانا يعني إذا واحد يرتكب له شيء معصية شيء كذا على أساس بيتخبى من الله. طبعا ما في مجال تتخبى من الله ولا بشكل من الأشكال، لكن على الأقل ما بدي اسمع ذكر او ما بدي اشوف لفظ الجلالة او ما بدي اعمل او ما بدي استحضر حضور الله، لا اخذ راحتي في المعصية، لا أخذ راحتي في المعصية. يعني يسفني أن أقول هذا. اللي عم يشتغلوا عليكم لجذبكم جنسيا فنانين، عم يشتغلوا باحترافية عالية. للأسف حتلاقوا طبعا ما هم مو دلالة نحو المعصية ونحو الضلال. معصيتي راحتي، لعنة الله عليهم. معصيتي راحتي، لعنة الله عليهم. للأسف الشديد حتلاقوا مثل هذه الأشياء مشان تجذب الناس، للأسف ضعاف الإيمان وضعاف إلى آخره. فإذا أنا قد ما قلت لكم غض البصر، ما أنتم القيمة بتعرفوها كلكم جميعا، بتعرفوا إنه غض البصر غض البصر غض البصر غض البصر، أوكي. لكن عمليا قد يكون اللي عم يشدنا بصريا أقوى من إنه أنا بس إنه غض بصري. لكن لما بلحظ كلمة لفظ الجلالة واضحا جليا، شغلة كبيرة. أحيانا قد نلجأ إلى إيجاد عدسات أو كاميرات مراقبة مو حقيقية، لكن بدي أشعر نفسي ودرب نفسي أنها كاميرات حقيقية. كل ما قربت لتمارس شيء خطأ، تعمل شيء خطأ، تستشعر أن هذه الكاميرات تراقبك إلى آخره. في يوم من الأيام جاءتني أحد الاستشارات، بس أنا انبسطت لها، يعني عجبتني، مبتزين اللي بيشتغلوا على موضوع الابتزاز الإلكتروني. الابتزاز الإلكتروني يعني شغلة خطيرة كثير، هذا الابتزاز الإلكتروني. لما كثير من الشباب بيدمنوا على الدخول إلى أماكن والمواقع الإباحية، فالبعض مبرمج المواقع الإباحية تعطيهم إنذار مين اللي دخل، مين عم يشوف الآن المادة. فعندهم بطريقة الهكر للأسف فتح الكاميرا. كل أجهزتكم فيها كاميرات، كل أجهزتكم فيها كاميرات، كلكم بلا استثناء عندكم كاميرات، كاميرا بوشكم وكاميرا أفاها، تمام. فالبعض بنلاقيه ضروري طبعا، وهذا إجراء مهم، انكم تسكروا الكاميرات الاماميه، كونكم محجبات، كونكم كذا الى اخره، تقعدوا على راحتكم، تقعدوا متفرعات. يعني نفترض انه انتم من الناس الاتقياء، الهكر ممكن يدخل وياخذ صوركم ويبتزكم بصوركم العاريه، او حتى ممارساتكم الزوجيه مع ازواجكم بالحلال، يعني ما شرط تكون بالحرام، بالحلال. واضحه الفكره؟ هم الهكر بفوتوا من خلال هذه المواقع الاباحيه، بيعرفوا البني ادم اللي عم يدخل، بيعرفوا البني ادم اللي عم تدخل، كله له علاقه بإبان دولي ومدري ايش والى اخره. فدغري مباشره بيفتحوا هن الكاميرا عكسيا وبياخذوا لكم صور، وانتم لا سمح الله عم تمارسوا اي شكل من اشكال الحياه اللي فيها شيء من الحريه. انتم قاعدين متفرعين، قاعدين بالكيلوتات، انا اسف اقول الكلام، قاعد بجوزك معانا جوزك، هذا اذا كنا بالحلال عم نحكي. طيب كيف اذا كان بالحرام؟ يعني ما حيفوت على المواقع هو زوجه، رح يفوتوا على المواقع الناس اللي بدها تعمل عادة سرية، بدها تطلع، عندها رغبة تفوت في هذا العالم، فهن مباشرة بياخذوا له صور وبياخذوا له مقاطع فيديو. بيتفاجأ بعد أيام إنه بيبعثوا له إنه بتحب هالصور الجميلة تنعرض على وسائل التواصل الاجتماعي، بتحب هاي الصور الرائعة تنعرض وانت بلا حجاب، او انت معسين من الناس، او انت عم تمارسي الخطأ والخطيئة، او انت. فبيبدأ موضوع الابتزاز الالكتروني في هذا الاطار، انه لا ارجوك لا مدري ايه، ادفع بقى راح اللابة. وطبعا التعامل دولي، لا عرفانين مع مين عم نتعامل، ما عرفانين من الشخص اللي عم
نتكلم معاه، وكلهم عندهم إتقان عالي جدا لهذا المستوى. فهذه الاستشارة جاء عم يقول لي إنه دخلت لي وحدة، قلت لي أنا من الإمارات، أنا تونسية في الإمارات. فعم قال لها أنت كأنك غلطانة في العنوان. قالت له لا ما عرفتني، لا مدري شو، بلا عرفتني ما عرفتني. مهم من كلمة لكلمة أخذت صور، أخذت مدري مين من المحادثة. فدغري مباشرة قالت له يعني إذا أنت ما تستجيب لمطالبي أنا مضطرة أفضحك عند مرتك. عملي نسخة كاملة من كل الأسماء الموجودة في جوالك، وسأرسل هذه الصور إلى كل معارفك ولا كل أحبابك والمدراء عملك ولا مدري مين. حياته بالكامل مكشوفة، نسخة من الجوال راحت لعند الهكر كما هي، وهي مصورته عم يعمل عادة سرية للأسف يعني. فجن جنانه وشو ساوي وشو أعمل وشو يعني. إذا حكى للشرطة الإلكترونية فضيحة، وإذا ما حكى للشرطة الإلكترونية فضيحة، وإذا دفع مصاري صار ابتزاز دائم، وإذا يعني حاول إنه يحاربها حتحاربه أكثر. طبعا ما في وحدة أصلا، يعني ما كان في لا وحدة تونسية في الإمارات ولا نعرف مين هاد. ممكن يكون مجموعة من الرجال اللي كل واحد شنباته مدري قديش إلى آخره، يبتزون الناس ويتعاملون في هذا العالم من أجل كسب المال. طبعا لا مال حلال ولا شيء حلال. مهم تعالوا شوفوا الآن أنه كل أجهزتكم فيها هذه الكاميرات، وكل أجهزتكم ممكن للأسف الشديد تأخذكم لقطات من هذا القبيل. فهذا بحد ذاته لازم يكون شو لازم يكون آخذ حذرك، عارف بالضبط أن إذا كانت خوفك من كاميرات البشر ومن تبعات الهكر في شيء اسمه الله، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. يا ريت تكتبوا هذه الجملة، لا تجعلوا الله أهون الناظرين إليكم. تمام؟ واجعلوا أن هذه الكاميرات تراقبكم في الليل والنهار وترصد حركاتكم وسكناتكم. النجاة. هلا مو يعني دليناكم تروحوا تعملوا تسكيل للكاميرات الأمامية والخلفية ونمارس معصيتنا على راحتنا، لا يعني أنا عم بضرب فقط مجرد مثال. إذا استطعتوا حتى أن تعموا تلك الكاميرات فكيف نخلص من الملائكة على اليمين واليسار؟ كيف نخلص من مراقبة الله سبحانه وتعالى؟ فنحن نريد إن شاء الله أن نرتقي جميعا بإذن الله إلى ما فيه خيري الدنيا والآخرة. أنا آسف جدا تجاوزت وقتي ب5 دقائق، على أمل أن ألتقي بكم إن شاء الله كل أحد. أقع عنا على الأقل جلستين وننهي سلسلة عفتي إرادتي. يا ريت اللي التحقوا فينا اليوم لأول مرة يرجعوا يسمعوا الحلقات كلها، ونحن حنحط لكم إياها في الرابط إن شاء الله. الأخوات المشرفات إذا بحطوا لنا إياها في الرابط يكون ممتاز. أي نوع من أنواع الاستشارات في هذا القبيل ذو خصوصية عالية، بإمكانكم أيضا تتواصلوا معنا على أرقامنا اللي يمكن حفظتوها أو لا أدري، 0968 99073073. فهذا رقمي المعتمد بشكل رئيسي دوليا. فحاولوا أنكم تبعتوا أيتها المشرفات، إذا بتقدروا تبعتوا الرقم يكون ممتاز. تمام، بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير. إن شاء الله برجع بقرأ تعليقاتكم إذا كان في تعليقات ما في هذا الإطار، إذا عندكم أي سؤال أو تساؤل. وبارك الله فيكم. ونختمها بنفس الأنشودة التي بدأنا بها، ونودعكم على أنغامها مستمتعين بها. ليلة مباركة، ليلة إن شاء الله كريمة، إن شاء الله أيامكم كلها سعادة وكلها هنا، وحياتي كلها لله. السلام عليكم. بالسلامة حبيبي. حياتي
بنور الله أهديها سأحميها بنور الله أهديها بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه كلها لله إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصفي إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصفي فوا أسفا على القلب لأن السيف قد غشاه فوا أسفا على القلب لأن السيف قد غشاه حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه كلها لله يقيني بين جنبي وأسعى بالهدى سعيا بين جنبي وأسعى بالهدى سعيا كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله كفاني أنني أحيا وأمضي في سبيل الله حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه إذا جادت لي الدنيا وأسقتني المناريا وأسقتني المناريا ستبقى بين كفي ويبقى خافقي لله ستبقى بين كفي ويبقى خافقي لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها